صباح الخير على كل جمهورنا الكريم. وفيديو جديد هنتكلم فيه عن أسعار الذهب ليوم السبت الموافق 2/3/2024. ولكن قبل ما أتكلم حابب أقول للناس إن السعر ثابت دلوقتي على 2000 وكسر. ليه بقى؟ لأن الدهب في البورصة العالمية سعره بيرتفع. ناس كتير بتسألني وتقول لي هو ليه الدهب ما بينزلش مع نزول سعر الدولار في السوق الموازية، وإن الأسعار بتنزل بتاع الدهب. حابب أقول لك إن الدهب ارتفع من 2000 دولار الأونصة ل2000 و75 76. يعني هو كان من حوالي شهر كان ب1995 1980 دولار. فأنت بتتكلم في 100 دولار حتى لو على حساب البنك. فانت بتتكلم في 3000 جنيه فرق في الأونصة. تمام. فالأسعار ممكن ترتفع وممكن تنزل مع لأن دي بترتبط بالبورصة العالمية. بمعنى لو السعر وصل في البنك مثلا وليكن ل40 أو 38، زي ما كلام بيفترض إن ممكن يحصل تعويم الفترة الجاية ويوصل ل38 ونص والكلام ده كله. ده كله بيتوقف بالبورصة العالمية لأن السوق المحلي مرتبط بالبورصة العالمية. يعني أنا عاوز أوضحه إن أنت دلوقتي بتتكلم في ارتباط موثوق ما بين السوق المحلية والسوق العالمية وسعر الدولار. أما بقى بالنسبة لأسعار الذهب لفتة التعاملات ليوم السبت الموافق 2/3/2024 فجاء كالآتي: أسعار البورصة العالمية: ونص الذهب وصلت في البورصة العالمية ل2076 وده ارتفاع ملحوظ. أما بالنسبة للبورصة المصرية: ونص الذهب شراء 103,606، بيع 102,144. الجنيه الذهب شراء 23,320، بيع 22,992. عيار 18 الشراء 2,498، بيع 2,463. عيار 12 الشراء 1666، والبيع 1642. عيار 24 الشراء 3331، والبيع 3284. عيار 22 الشراء 3053، والبيع 3010. أما بالنسبة لعيار 21 والأكثر تداولا فالشراء 2915، والبيع 2874. وبكده كنا قدمت لحضراتكم الأسعار بداية التعاملات. انتظروا إن شاء الله في فيديوهات أخرى على مدار اليوم تحديث لأسعار الذهب على مدار اليوم. كل ما أتمنى حضرتك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لمعرفة الأسعار والمنتجات في السوق المصرية بشكل يومي وبشكل مباشر.